يعني ايه كلاسيفيكيشن ويعني ايه ريجريشن؟ في كل موديلز الماشين ليرنينج في موديلز بتستخدم للبيانات اللي فيها كلاسيفيكيشن بس، وموديلز بتستخدم للبيانات اللي فيها ريجريشن بس، ما عدا اللينير ريجريشن وهو اللي بيستخدم في الريجريشن بس ما فيهوش كلاسيفيكيشن. اي موديلز تانية فيها الكلاسيفيكيشن وفيها الريجريشن. اولا الكلاسيفيكيشن عامه يعني خلينا نشوف الريجريشن اول حاجه. تمام. الريجريشن عامه يا شباب هو ان التارجت عندك، الفكره ان التارجت بس هو اللي بيختلف. يعني ايه التارجت؟ بيكون بيطلع ايه، يعني التارجت بيطلع ايه في في الريجريشن. التارجت بيطلع ارقام تتراوح قيمتها من سالب ما لا نهايه لما لا نهايه. يعني احيانا هتطلع معاك موجب، يعني هتطلع معاك سالب، ممكن تطلع معاك مليون 200. زي ايه؟ زي مثلا الريفينيو، زي البروفيت، زي الكوست. انت بتتنبأ او بالتارجت ريفينيو كوست بروفيت، فده رقم هيطلع لك رقم معين، يعني 500,000 مليون 300,000 وهكذا. انما في الكلاسيفيكيشن لا، الحوار هو ان عندك تصنيف. في الكلاسيفيكيشن هو عبارة عن تصنيف، يعني بيطلع لك في التارجت، خلينا نمشي في التارجت، بيطلع لك يا اما يا يس يا نو. والله هل التارجت ده عندك بينتمي للفئة 1 او الفئة 0؟ ما بيطلعش غير، ما بيتعملش غير بالرقمين دول، يا اما فئة 1 يا اما الفئة 2. زي ايه؟ زي ان انت مثلا عندك وليكن التارجت هو عبارة عن صنفين. التارجت عبارة عن صنفين، صنف سيء مثلا وصنف جيد. خلاص. وانت بتبدأ تعلم الداتا بالاساليب اللي قلناها، وعملت له كلاسيفيكيشن، فهو هيطلع لك في التارجت يا اما سيء يا اما جيد، بس مش